السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع مهم جدا، وهو موضوع ديال الزواج ما بين المغاربة والمصريين، وآخر قرار اللي اتخذته السفارة المصرية المغربية في مصر، وهو توقيف الزواج ما بين المغاربة والمصريين. هل هذا القرار سيكون قرار نهائي وأن الزواج سيتوقف ما بين المغاربة والمصريين إلا بشروط معينة وشروط صعبة، أم قرار مؤقت وسوف يتم اتخاذ قرارات جديدة وقوانين جديدة؟ هذا ما سنعرفه في هذا الفيديو. بزاف ديال الناس ملي سمعوا هذا القرار كاين اللي اتفق وكاين اللي عارض وكاين اللي قال بأن السفارة تشجع على الزواج الحرام، يعني بأنه لما يجي شي واحد يتزوج مغربية أو مغربي يتزوج مصرية والسفارة تعارض، فهنا ممكن الزوجين أو الخطيبين يلتجئوا لزواج عرفي أو زواج غير قانوني. فقالوا بان هاد السفاره، هاد القرار ديالها كيخليها تشجع الزواج العرفي، وبانها ما حلتش المشكل. ولكن الناس ما عرفوش علاش السفاره خدات هاد القرار، خاصة ما بين المغاربة والمصريين. في هذه الحالة لازم نعرفوا أن السفارة لم تقم بهذا الإجراء لأنها لا تريد الزواج ما بين المغاربة والمصريين أبدا. السفارة نزلت هذا القرار لعدة أسباب ولعدة مشاكل حصلت ما بين الأزواج المغاربة والأزواج المصريين، وخاصة المغربيات اللي كانوا كيجيو لمصر يتزوجوا. فبزاف منهم كانوا كيتزوجوا عرفي هنا في مصر، وهذا الشيء هذا كيتسبب للمغربيات مشاكل كبيرة جدا، والسفارة أيضا. فشحال من وحدة جات تزوجت هنا في مصر عرفي، ووقع لها مشكل مع الزوج وسمح فيها، فكتلجأ للسفارة المغربية باش تنقذها أو ترجعها لبلادها. فالسفارة ما كتلقى ما تعمل وما كتلقاش حتى شي حل لهذا المشكل. فهنا السفارة جمعت بزاف ديال الحالات، يعني ممكن نقولوا المئات اللي جاو تزوجوا في مصر عرفي، وعملوا مشاكل كبيرة كبيرة بزاف للسفارة المغربية في مصر. هذا أول مشكل، هذا المشكل الأول اللي خلى السفارة المغربية تنزل هذا القرار في الوقت الحالي. المشكل الثاني هو بزاف ديال المغربيات حتى هما جاو تزوجوا في مصر وتزوجوا عادي يعني بشكل قانوني، ومع الوقت حصل طلاق ما بين المغربية والمصري وكيكون عندهم أولاد. فهنايا القوانين كتعطي فملي كيحصل الطلاق، وهو ان هاد المغربيه ما كيبقاش عندها لا اقامه ولا حتى شي حاجه. يعني الاقامه ملي كانت كتاخذها على اساس انها مزوجه بمصري، فملي طلقت صافي الاقامه توقفت. فهنا يا اما غادي يتم الترحيل ديالها للمغرب، او أو تسافر من بلادها قبل ما تسالي مدة الإقامة. وهنا أيضا مشكل كيخلي المغربية عاوتاني ترجع للسفارة، تلجأ ليها تطلب الحقوق ديالها وتطلب بأولادها. وهنا كنلقاو على ما أظن القانون المصري على حسب ما سمعت، ولكن ما متأكدش من هذه المعلومة، هو أنه ملي كيتم الطلاق ما بين مغربية أو أجنبية بمصري، فالأطفال أو الأولاد كيبقاو مع الأب. وهذا مشكل كبير أيضا، كيحرم الأم من الأولاد في حالات طلاق. وهذا الشيء هذا حتى هو عمل مشاكل للسفارة المغربية، ما كتلقى ما تعمل مع المغربية وما كتقدر تعمل لها حتى شي حل. ولا رجعت ايضا للمغرب وبغات ترجع لمصر، ممكن تعطى لها الفيزا ممكن لا.
فهنا ممكن تحرم من الأولاد ديالها إلى الأبد. فلهذا السفارة المغربية نزلت هذا القرار باتفاق مع الدولة المصرية، يعني الخارجية المغربية والخارجية المصرية اتفقوا بأنهم يوقفوا الزواج ما بين المغاربة والمصريين إلى أن يتم تنزيل قوانين جديدة، قوانين جديدة تصب لمصلحة الزوجين. يعني الزوجة تحافظ على الحقوق ديالها في حالة تزوجت أجنبي، والزوج أيضا ما ياخدش الحق لهاد الزوجة الأجنبية. وكذلك في المغرب أيضا إذا شي واحد تزوج بأجنبية، هاد القوانين اللي بقى ما نزلت عاد غادا تنزل. انا سمعتها على لسان وزير العدل، وان شاء الله غادي نحاول نحط لكم هذا الفيديو ديال وزير العدل في اخر الفيديو فيما يخص الزواج ما بين المغاربه ديال الخارج او فيما يخص الزواج المختلط ما بين المغاربه والاجانب. كيف ما قلنا في هذه الحاله هنا اضطرت الدولتين يوقفوا هذا النوع من الزواج مؤقتا الى أن يتم تنزيل قوانين جديدة اللي غادت تكون في مصلحة الزوجين. يعني ممكن تنزل قوانين في حالة إلا حصل طلاق ما بين مثلا مغربية في مصر، راه ماشي من حقك تاخذ لها الأولاد، وماشي من حقك أيضا تبقى ساكن في الدار اللي هي ساكنة فيها مع الوليدات ديالها. إلا حصل طلاق راه أكيد في القوانين القادمة غادي الزوج هو اللي يخرج من الدار، والزوجة تبقى مع وليداتها كيف ما هي وتعطى لها الإقامة وتحافظ على وليداتها، والزوج هو اللي يجي يزور الأولاد ديالو. وكذلك الزوجة تبقى مقيمة في البلد إلا وما تخرجش من البلد إلا بقبول أيضا الزوج السابق، لأن هذوك حتى هما وليداته. فلهذا وزارة الخارجية ووزارة العدل المغربية على ما أظن باتفاق مع وزارة الخارجية المصرية وزارة العدل المصرية أنهم غادي ينزلوا قوانين جديدة فيما يخص الزواج ما بين المغاربة والمصريين. ولهذا تم توقيف الزواج حاليا حتى المغربي إلا جا مثلا يتزوج هنا في مصر، حتى هو كتنفذ عليه نفس الشروط حاليا. اللي بغى يتزوج بمصرية لازم تكون معاه إقامة دائمة، وكيف ما قلنا أن هذه الإقامة الدائمة لا بغيتي تاخذها لازم إما تكون مزوج أو عندك عقار أو خدام في شركة. المهم يكون عندك واحد السبب اللي انت متواجد فيه في مصر باش تاخذ هذه الإقامة. وفي حالات مش هذه الإقامة ليست معك، في السفارة المغربية ما غاداش تعطيك الموافقة اللي بها وزارة العدل أو المحكمة ديال اللي كتعطيك عقد ديال الزواج، ما غاديش تعطيك عقد ديال الزواج. فلازم السفارة تعطيك الموافقة باش تعمل عقد الزواج في وزارة العدل. فلهذا الزواج حاليا لا زال متوقفا إلا بشرط تكون معك إقامة دائمة وليست إقامة سياحية أو إقامة مؤقتة فيها شهر أو شهرين أو أسبوع أو أسبوعين. ولهذا كنتمنى تكون السفارة أو الدولتين غادي يعملوا حلول لهذا الزواج ما بين المغاربة والمصريين. وهذا القرار هذا ماشي غير كيخص الناس اللي المغاربة والمصريين فقط. هذه القرارات غادة تعم على جميع السفارات المغربية المتواجدة في العالم. هو ضمان حقوق المرأة المغربية حينما تتزوج خارج المغرب، هو ضمان حق أي أجنبية حينما تتزوج مغربي في المغرب. يعني مغربية تزوجت خارج المغرب فالدولة غادي تنزل قوانين تحافظ على الحقوق ديالها. أجنبية تزوجت في المغرب بمغربي فالدولة غادة تحافظ على الحقوق ديالها كأنها مغربية، ولها نفس الحقوق ولها نفس الامتيازات ديال المغربية حينما تتزوج
بأجنبي. ولهذا الخارجية وزارة العدل المغربية باغيين يحدوا من هذه المشاكل هذه اللي كتوقع على المغربيات اللي كيتزوجوا خارج المغرب، وهو أنه حينما تتزوج المغربية خارج المغرب جاتهم بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال الشكايات منهم بأن الكثير منهم تزوجوا وعملوا أولاد، وفي الآخر ملي تطلقوا ترحلوا من البلاد وما بقاو عندهم الحق لا يشوفوا الأولاد ولا عندهم الحق في أي حاجة، وصبحوا كأنهم لم يكونوا متزوجين سابقا. فلهذا وزارة العدل المغربية غادة تنزل قوانين جديدة، ممكن بعد ما تنزل هذه القوانين تفتح الزواج ما بين المغرب ومصر بشكل عادي، ولكن بشروط جديدة وقوانين جديدة تمشي مع مصلحة المغربية ومع مصلحة الأجنبية اللي غادي تتزوج بالمغربي أيضا. فكنتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد دائما. في نفس الوقت تشجعونا ننشروا فيديوهات، ننزلوا أي معلومات عرفناها في القادم إن شاء الله. وتفرجوا في الفيديو حتى الأخير باش تعرفوا وتشوفوا شنو قال وزير العدل المغربي في قضية الزواج المختلط والقوانين الجديدة اللي غادي نوضعوها هو ونظرائه العرب في قضية الزواج المختلط. عندي النساء المغربيات في الخارج متزوجين من أجانب، تيخرجها من الدار، تيحيدها الولاد، تيخرجها من الدار، كتخرج للشارع، كتجي ديك الدولة كترحلها. كتجيني المرأة منهارة، خرجوها من دارها، داو ليها ولادها ويرحلوها وما كيعطوهاش الفيزا ترجع. دابا اقترحنا في مجلس العدل العرب بصفتي رئيسا، طرحنا ان نوضعوا قانون للزواج المختلط باش نحفظوا حقوق المرأة كيفما كان جنسيتها بحال المغرب. انا الا كانت عندي امرأة أجنبية طلقت، كنجي كنعطيها نفس الحقوق لهذه المرأة المغربية. علاش ما نعطيش لها؟ وجماعة القضية مثلا حيت تكون واحدة طلقت وعندها الاولاد والراجل ما كيعطيش النفقة، كنمشيو لصندوق التكافل الاجتماعي العائلي، هذاك التكافل العائلي، وسير دير المسطره ودير لا بروسيدور وجيب المحامي. علاش؟ انا عندي مساعدات اجتماعيات، غير طلق المراه يهزوا هما الملف يقراو، الا شافوا وضعيتها هما يمشيو لعندها يقولوا لها واش لا كتوصل بالنفقه ديالك ولا لا ما كتوصل، يديروا هما الاجراءات ويجيبوا لها فلوسها. حنا نهضر لك الفلوس نعطيهم الناس ماشي درناهم باش نجمعهم. عندي شحال وصلنا مليار درهم ولا وصلنا مجموعه عندنا 8 مليار درهم، 8 نبني بها العمارات. هذه نص الفرق على النساء المطلقات في المغرب. عندنا مشكل اخر،